السلام عليكم. اليوم راح نحكي قصة نورة الكويتية مع الجن. نورة كانت من أشهر المغنيات بالكويت وحتى على مستوى الخليج في فترة التسعينات. طبعا صوت نورة كان كلش قوي وما حد يقدر يوصل لها بالشهرة. بيوم من الأيام وتحديدا بسنة 1997 إجاها اتصال غريب من أشخاص ما تعرفه، طلبوا من نورة إنها تجي على عرس بمنطقة اسمها الصباحية. نورة بذاك اليوم ما كانت تريد تروح أصلا لأن كان عندها عطلة، بس المبلغ اللي انعرض عليها بذاك اليوم كان خيالي. فنورة أول ما سمعت بالمبلغ وافقت هي والفرقة مالتها ومشوا حتى يروحون لهذا المكان. فمن وصلوا المكان كان عبارة عن قصر كبير. القصر كان كلش فخم ومرتب، بس الجو كان كلش غريب واكو هدوء بالمكان. نورة والفرقة بدأوا يشتغلون وبلشت الحفلة، بس ورا شوية شافوا ملامح الحضور بدأت تتغير ووجوههم صارت شوية غريبة، وبدأوا يسوون حركات مو مال ناس طبيعية. واحدة من الفرقة اسمها شمس بدت تخاف وجت على نورة وقالت لها انه ذول الناس من سلمت عليهم كانت لمست وجوههم خشنة وحرارتهم كلش مرتفعة. طبعا نورة بالبداية ما صدقتها، فقالت لها يمكن هاي التخيلات وكملوا الحفلة. بس هي بنفسها بدت تلاحظ اشياء مو منطقية. ورا شوية نورة تعبت وراحت حتى ترتاح داخل غرفة من هذا القصر. وهي ما قعدت شافت شي غريب، القصر تغير 180 درجة. القصر صار مهجور ومكسر ومظلم، وشافت أشياء غريبة كلش خوفتها. واحدة من البنات همين صار عندها حالة هستيرية، فصاحت بصوت عالي ذولا مو بشر، ذولا جن. نورة رغم خوفها عرفت انه اذا وقفوا الاغاني وحاولوا ينهزمون الجن راح يأذيهم، فقررت انهم يكملون الغناء لحد ما يأذن اذان الفجر. ويا ما أذن الفجر الجن اختفوا وصار القصر عادي وفارغ. نورة وفرقتها انهزموا من القصر، ومن ذاك اليوم قررت نورة تعتزل الغناء وتترك الغناء بسبب هاي الحادثة المرعبة اللي صارت وياهم. طبعا هواي ناس يقولون انه هاي القصة مجرد اسطورة وانتشرت كلش. اذا عجبتكم القصة لا تنسون تخلون لنا لايك واشتراك وتكتبوا لي آراءكم بالتعليقات. Awesome. عندي لوت مرة حلو.
Watch out! Awesome.